السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل الصينية الحلوة دي، وهتكفي 12 فرد وتبقى منها كمان لتاني يوم والله. صينية حلوة قوي وهتشرفك جدا كمان. يلا بينا نجهز. هنبتدي بالمحاشي: كوسة وبتنجان وفلفل وورق عنب وكرنب. اول حاجة الورق عنب طبعا متفرز، موجود على القناة، كنا مفرزينه. طبعا هنسلقه سلقة كده على النار في مية بكمون ومعلقة زيت، وبعد كده بتشطفيه تاني تحت الحنفية بمية ساقعة عادي من الحنفية طبعا. وبعد كده بقى بتحطيه في مصفى. طبعا انتوا عارفين دي ايه، دي الخلطة اللي احنا عاملينها على القناة. ابتديت بالورق العنب، نص كيلو، 3/4 كيلو رز على كيلو الا ربع ورق عنب برضو، ونص كوباية زيت، ملح وفلفل وكمون، ونص معلقة التلات بهارات. تلات بهارات برضو موجودة على القناة. طبعا هنقلب كويس. وبعد كده بقى الحلة اهي حطينا فيها برتقان، تقطعيه شرايح وتحطيه في قاع الحلة. وبعد كده لفيت. طبعا اللي سهل عليا العزومة جدا اللي احنا عملناه قبل رمضان، خلطة المحشي والتسبيكة بتاعت المكرونات. يبقى الورق العنب الكيلو الا ربع عملنا عليه كيلو الا ربع رز. والخلطة طبعا انتوا عارفين ان احنا هنا كانت فيها الخضرة وفيها البصل، وجاهزة من كل حاجة ما عدا العطارة. يبقى حطينا على كيلو الا ربع رز، حطينا نص كوباية زيت، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة وسط ملح، معلقة كمون صغيرة، نص معلقة التلات بهارات. طبعا كان بصراحة يعني بأمانة لما بتجهزي وحاجتك في الفريزر بتخلصي بسرعة بصراحة. طبعا كده خلاص خلصت أول محشي. معلقة سمنة بلدي على الوش ومكعبين مرقة، لأني أنا ما بحبش أسقي المحشي شوربة. وحطيت برضو شرايح البرتقان برضو على الوش. أحلى حلت بصراحة ورق عنب بصراحة يعني. طبعا دي الكرنباية بقى هي بتقطعها بقى بنوتي. وبعد كده بقى برضو هي اللي هتسلقها. بعد كده حلة سخنة على النار، هننزل بالورق الكرنب، وطبعا في رشة كمون ورشة ملح ورشة سكر. انا بحب الكرنب اعمل كده بصراحة. وبعد كده بقى لما سلقته طبعا بتطلعيه وتشطفيه بمية ساقعة وتحطيه في مصفى من الحلة. حوالي الورقة ما بتاخدش دقيقة، يعني حسب سمك الورقة. في ورق اليومين دول تخين جدا اصلا يعني. بس هي بصراحة الكرنباية طلعت حلوة بصراحة يعني. طبعا بقى هي بتقطعها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى في المصفى اهو هتقطع وتحط في المصفى. طبعا بقى زي ما تحبي بقى الحجم يبقى ازاي بقى. احنا طبعا كنا يعني مستعجلين شوية بصراحة، عملناه يعني كبير شوية غير عادتنا بصراحة، احنا بنعمله صغير جدا صراحة. بعد كده هنخش على خلطة بقى. انا بقى هعمل بقى خلطة الكرنب. كيس برضو من الخلطة اللي احنا عارفينها: بصلاية مفرومة، شوية خضرة مشكلة، ملح وفلفل وكزبرة وشطة، ونص كوباية زيت. يبقى خلطة الكرنب: ملح وفلفل وكزبرة وشطة ونص كوباية زيت لكيلو الا ربع برضو رز. وبرضو كيس من الخلطة اللي احنا برضو عاملينها على القناة. ما بحطش التلات بهارات ولا بحط كمون. وبرضو مكعبين مرقة، وطبعا واحد فلفل على الوش الحلة كده عشان بيدي ريحة هايلة بصراحة. وبرضو هعلق برضو على النار.
ملح وفلفل وكزبرة وكمون والثلاث بهارات. ده بقى البتنجان هي اللي عاملاه، ملح وفلفل وكزبرة والثلاث بهارات ورشة كمون كمان، ده للبتنجان عشان يبقى كل حاجة ليها طعمها يعني. ما عندكيش الثلاث بهارات، البديل ليهم تبشري جوزة الطيب. بس يعني يا ريتكم تعملوا الثلاث بهارات، لانها هتنفعكم قوي 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 في الحواوشي بصراحة يا جماعة. لما بيبقى كتير في البصل كده واللحمة ام بصل، بتخلي الثلاث بهارات طعم البصل لحمة بالظبط يعني. طبعا بقى هي بتحشيها لحد نصها عشان لما الرز ما يفرش في الحلة يعني. هما قسموا المحشي، الكبيرة حشت الكرنب وانا لفت الورق العنب، والصغيرة هي قايته لحش البتنجان والفلفل والكوسة. طبعا برضو مكعبين مرقة، والمية يا دوبك كده لحد النص. دي طبعا بطاية كنت منقوعة قبل الفرح المحشي ده كله بصراحة. طبعا منقوعة في مية بدقيق وشطفتها كتير، وبعد كده بقى ايه، قطعت الزيادات اللي فيها دي، وبعد كده نقعتها في سكر وملح شوية برضو يجي نص ساعة، وبعد كده سبتها تتصفى خالص، وبعد كده بقى هحشي بقى هحشيلها الحشوة الفريك بقى. طبعا اي ريشة بقى بتشيليها وبتقدري بقى تنضفي فيها بقى زي ما انت بقى عارفة بقى طبعا اكيد يعني. اهم حاجة تغسليها بدقيق كويس جدا، وتنقعيها قبل ما تسلقيها في سكر وملح. طبعا دي بصلاية مفرومة كبيرة، وواحدة فلفل رومي مفرومة برضو كبيرة، عشان هعمل البطة بقى هحشيها بالفريك. مكعبين مرقة نزلنا بيهم، ورشة سكر برضو هنزل بيهم، ودي بشرة جوزة الطيب. طبعا قلبنا كويس، ودي نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وبرضو قلبنا كويس، وبعد كده نزلت بالفريك. الفريك منقوع حوالي نص ساعة ومتصفي كويس جدا، عشان بيبقى مليان تراب احنا عارفين طبعا يعني. ودي حوالي كوبايتين صلصة طماطم متسبكة طبعا. طبعا وقلبت كويس على النار حوالي طبعا 7 8 دقايق يعني. وبعد كده بصراحة انا سلقتهم 3/4 سليق. عايزة تسلقيه انتي نص سوا براحتك، عايزة تحطيه ني، بس انا بصراحة البطة ما خدتش سوا، عشان كده يعني. فانتي حسب الطيور اللي انتي جايباها بتبقي عارفة انها تاخد سوا ولا لا يعني. طبعا بقى حشيتها زي ما انتوا شايفين، وبعد كده قفلتها، وبعد كده هنزل بقى في مية سخنة فيها ملح وفلفل وجزراية وبصلاية ورشة سكر، ويا ريت نص معلقة صغيرة جنزبيل بودرة، وكركم وكاري بقى وحبهان مطحون وورق لورا حبشي بقى. هنا بقى الفراخ طبعا منقوعة، حطيت كوبايتين زبادي، معلقتين كاتشب، معلقة صلصة، والكاتشب احنا عاملينه على القناة، ومعلقة زيت ومعلقة ليمون وبرتقانتين عصير وملح وفلفل وكركم وكاري وتوم بودرة وبصل بودرة وبهارات فراخ. وقلبنا كويس التتبيله. اوعوا تنسوا زي ما قلت لكم، كوبايه زبادي، كوبايتين زبادي، معلقتين كاتشب، معلقه صلصه، ملح وفلفل وتوم بودره وبصل بودره وكركم وكاري وبهارات فراخ وجنزبيل بودره نص معلقه برضو صغيره، ورق لورا على حبهان مطحون نص معلقه برضو صغيره على الفرختين. وهنتبلها طبعا، الفراخ دي متبله قبلها بيوم، والبطه برضو كانت مسلوقه قبلها بيوم.
طبعا بقى هتغلفيها كويس قوي من على الوش وتحت الجلد ومن جوه وكل حتة بقى طبعا يعني. خلي التتبيلة تاخدها كلها. طبعا بقى دي صينية هنحطها تحت الفراخ، ورق لورا وقرفة وروزماري وزعتر وحبهان مطحون على ورق لورا والثلاث بهارات. هنحط حوالي كوباية مية. اي صينية عندك قديمة، اي صينية قديمة عندك حطيها تحت الفرختين في الفرن، وحطي فيها شوية العطر اللي انا بقولتلك عليهم دول ومية، وتحطيها على شبكة الفرن زي ما انت شايفة كده بالظبط. طبعا دي الفراخ بعد ما طلعت خدت بالظبط ساعة ونص. الاول بتعلي اول 10 دقايق وبعد كده بتوطي بقى على عين هادية خالص. كده خلصت الفراخ. هنا بقى العصاج بتاعي المفروم. بصلاية كبيرة، 2 مكعبين مرقة، نص معلقة صغيرة 3 بهارات، ربع معلقة قرفة. ده العصاج بتاع صاج الرقاق اللي هنعمله مع بعض. رشة توم بودرة، رشة بصل بودرة، وملح ورشة سكر كمان. ايوه كل ده على البصلايه. لو تلاحظوا لون البصلايه بقى لون اللحمه بالظبط يعني. نزلت بقى باللحمه. طبعا البصلايه دي ما احمرتش، دي يا دوبك دبلت بس يعني. طبعا بقى قلبت كويس. تفضلي بقى تقلبي بقى عادي بقى. هي جت فيها دهون شويه. طبعا ده كيلو رقاق. اللحمه المفرومه خدت انا الدهون بتاعه الرقاق، مرضتش احط سمنه بصراحه. وبعد كده حطيت حوالي كوباية لبن صغيرة وكوباية زبادي صغيرة. وبعد كده هحط حوالي كوباية شوربة كبيرة، ودي بشرة جوزة الطيب. حوالي بقى كوباية شوربة كبيرة دي يعني. وبعد كده بليت الرقاقة وتحطيها، بس اول طبقة ما تبلهاش جامد قوي. يعني طبعا ده صاج مربع، اصل انا بحب الرقاق بتاع المصنع اللي عندنا زي ما انتوا عارفين، عشان كده ما بيبيعش رقاق مربع. بس طبعا انا يعني انتوا هتشوفوها مش هتاخدوا بالكم خالص ان هي بعد ما تستوي ان هو كان مدور يعني. طبعا بقى فضلت بقى اقلب بقى في الرقاق كده عشان يبقى كلها متساوية يعني الصاج كله. طبعا دي اول طبقة، والكيلو الرقاق خد نص كيلو اللحمة. وزي ما انتوا شايفين لو تلاحظوا انا خدت شوربة البط كانت دسمة، فما استعملتش السمنة، ما حطيتش سمنة في الشوربة خالص. وخدت السمنة بتاعت اللحمة حطيتها في صاج الرقاق. يعني طبعا انا كنت كمان حاطه لها سمنة وهي نزلت سمنة كتير اللحمة بصراحة. بس كل اللي كان رقاق بقى يقول لي مش دسم، يعني بصراحة فعلا ما كانش دسم خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول اسيسها اخليها تبقى ايه تبقى عشان تطلع مربعة يعني. اسفة. طبعا بقى قطعتها بقى زي ما انتوا شايفين عشان تخينة، عشان الصاج خد كيلو، فما فيش سكينة نافعة ولا رفيعة ولا تخينة ولا حامية حتى. طبعا بقى قطعتها. وفعلا قطعتها 16 قطعة، يعني جت 16 قطعة الصاج. طبعا دي معلقة وش الشوربة كده، انتوا فاهمين الحركة طبعا، الدسامة يعني اللي كانت في الشوربة. وبعد كده جبت معلقة قشطة على معلقة لبن على معلقة صغيرة سمنة بلدي، حطيتهم على الوش تاني. انا قطعت الرقاق قبل ما ادخله الفرن وقبل ما احط الطبقة الاخيرة دي. وفضلت اقفل بقى بحرف معلقة من الجناب. دي معلقة كاتشب من اللي احنا عاملينه. هدخل البطاية في الفرن تنشف. والفراخ اهي طبعا كانت خلصت. انا شبه كنت خلاص يعني بحضر الصينية. طبعا بصوا احمرت بسرعة ازاي. وادي المحشي بعد ما استوى، وادي الكرنب البتنجان بعد ما استوى، وادي الرقاق.
طبعا بقى انا عملت للرقاق قاعدة كده علشان ما يتبلش من المحشي، واللي ياخد قطعة ما يتحركش يعني لو حاجة وقعت منه، احنا عارفين يعني. بس بصراحة كانت صاج رقاق كان تحفة بصراحة. طبعا بقى انا هنا بقى بغرف في جنب الورق العنب، وواحدة بتغرف في جنب الكوسة والبتنجان. طبعا كانت صينية، وكل واحد بقى اللي عايز حاجة بيمد ايده بقى وبياخد في طبقه. وبصراحة كانت اسهل كمان عشان المواعين بصراحة. وعلى فكرة البتنجان ما كانش يعني، كان كيلو ونص بتنجان وربع فلفل. العزومة كانت بسيطة في كمية الأكل اللي احنا عاملينه. الأكل ما كانش كتير، كان بسيط، بس طبعا عشان شكلتي الأكل كان كتير بقى، كتر بالتشكيلة اللي انت عاملاها. طبعا بقى حطيت ورق ألمونيا تحت البطاية عشان برضو ما تتبلش من المحاشي. وبعد كده بقى رصيت بقى اللي زي ما انتوا شايفين اهو الرقاق والصينية كلها جاهزة. يا رب تعجبكم، كل سنة وانتم طيبين. وعلى فكرة انا عملتها اول يوم رمضان واتبقى اكل بصراحة تاني يوم كمان. يا رب تعجبكم الفكرة. اذا عجبكم لايك وشير واشتراك في القناة، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.